قول بحبح. بحبح. وين رايح؟ على سوريا. على سوريا؟ حبيب قلبي عبر المجرات بيقول لك بدك تشحن اغراض بيتك او اي شيء بدك تشحنه من الامارات لسوريا، ففي 5 شغلات ممنوع تعملهم، يلي هن الدخان والمعسل والادويه، وكمان الزيوت والسوائل والغذائيه، وغير هيك مكملات الغذائيه كمان ممنوعه يا اخي، والموبايلات واللابتوبات ممنوعه منعا باتا. فلا تجي تحط لي بالكراتين موبايلات وتقول لي ما قلت لك. بعبر المجرات يا حبيب القلب النقل والشحن بيقول لك انه هي بتسع 30 كيلو حقها، يعني تشحنها من هون لهنيك ب 150، وهي ب 200 درهم يا غالي وبتسع 50 كيلو يا حبيب. وين رايح؟ على سوريا. على سوريا؟ إيه بدي بلبس عيونك التنتين، طلع طلع. وبالنسبه للشحن التجاري يا حبيب القلب، فانت كتاجر فيك تشحن شحن جزئي وشحن كامل، يعني فيك تشحن بس بضاعتك لحالها، وفيك تاخذ هي السياره كامله يا غالي. عشان ما تفهمني غلط تاخذ السياره كلياتها وتمشي، هي يعني انت اذا عندك بضاعه قليله ونفترض محل مفروشات، هي بتسع 50 محل اخي، قاطره ومقطوره ما شاء الله. المهم، وبالنسبه للتخليص فلا تاكل هم، في مين يخلص لك كل امورك. والدفع يعني فلوس يا حبيبي، فيك تدفع هون بالامارات وفيك تدفع بالشام يا غالي. يا حبيبي عبر المجرات للنقل والشحن بيجي لعندك وبياخذ اغراض من عندك وبيجي بيغلفها، يعني اغراضك بامان. حبيب قلبي اذا انت تاجر وقاعد بقلب سوريا يا غالي وعندك هون بضاعه بدك تشحنها ومالك قدران تطلع لهون لتدفع حقها يا غالي، انت وهنيك نحن هون بندفع لك حقها وبنتحاسب بالشام يا حبيبي. وعلى فكره التاجر اللي حابب يشحن نحن بنشحن له من هون لسوريا مع التخليص يا حبيبي. اطر مني اقول لك وين العنوان؟ العنوان يا حبيبي عبر المجرات للنقل والشحن يا غالي، موجودين بعجمان الصناعيه 1 شارع السلام، ارقام التليفونات قدامكم، ويا مرحب بالجميع.